السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم غنهضروا على موضوع مهم جدا، فاش كتحس بالدنيا ضاقت بيك وفاش كاع البيبان اللي دقيتي كيردوك خائب. اليوم غنهضروا على الثقة بالله، ولكن ماشي ديك الثقة اللي كنسمعوها ديما بشكل سطحي. غنهضروا عليها كقوة خفية وذكاء روحي كيقدر يغير لك المجرى ديال حياتك. عمرك سقتي الطوموبيل ديالك في الضبابة كتكون شايف الطريق البعيدة، ولكن كتزيد حيت عارف بلي الضو ديال الطوموبيل غيوريك المتروات اللي جايين. هكا دايره الثقة بالله، ماشي ضروري تشوف النهاية، المهم هو انك تزيد وانت عارف بلي ربي غيضوي لك قلبك. بزاف منا كيسحاب ليه بلي الثقة بالله هي تجلس وتتمنى، لا، هذيك سميتها التواكل. الثقة الحقيقية هي العمل مع اليقين. تخيل معايا سيدنا موسى عليه السلام قدام البحر والعدو وراه، المنطق كيقول صافي مشينا فيها، ولكن الثقة بالله خلاته يقول قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا كاين واحد السر خارج الصندوق. سيدنا موسى ما عرفش كيفاش ربي غادي يعاونو، واش غيطير، واش غيغرق فرعون، هو ما عرفش الطريقة، ولكن كان متأكد من المصدر. راه القوة ماشي في الوسائل اللي عندك، القوة في شكون اللي كيسير هاد الوسائل. خليني نعاود لكم قصة واحد الولد كان خدام في شركة وباغي يدير مشروع ديالو، دفع الاستقالة وبدا كيبني الحلم ديالو. فجأة كل شيء وقف، الفلوس تقاداو والناس اللي وعدوا بالدعم تخلوا عليه. بليلة واحدة فيها دمعة ودعاء صادق قلبت الموازين تماما. قال يا ربي انا درت اللي عليا ودابا الامر بين يديك. النهار اللي موراه جاتو مكالمة من واحد الشخص ما كانش على البال، ماشي باش يعطيه الفلوس ولكن باش يعطيه نصيحة ذهبية بدلات ليه السيستم ديال الخدمة كامل. ومن بعد شهور وقف كيشوف الطريق اللي داز منها وبدا كيضحك، يتفهم باللي داك التوقف اللي وقع ليه في الاول ما كانش نهاية، كان غير إعادة توجيه، لكن هاد المرة على أساس صحيح. هنا كنفهموا بلي ربي كيسد باب غرفة باش يحليك باب الصر، غير حنا كنكونوا ملهوفين وباغيين غير داك الباب اللي ولفناه. عارفين شنو هي أكبر ضريبة كنخلصوها؟ هي التفكير الزائد. كنبقاو نفكروا في غدا، في الدراري، في الكريدي، في الخدمة، حتى كنمرضوا. كاينه واحد الحكمة شاذلية كتقول أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. بمعنى داكشي اللي مكلف به ربي، الرزق، المستقبل، الأجل، ما تحمقش راسك معاه، انت دير اللي عليك في الحاضر وربي غيتكلف بالغد. الثقة بالله هي ملي كتحط راسك على المخدة وانت عارف باللي اللي كيسير هذا الكون راه ما كينعسش. نشوفوا قصة سيدنا يوسف عليه السلام. بدات حياته بالبير ظلما من الإخوة ديالو، ومن بعد السجن ظلما من امرأة العزيز، وفي الأخير لقى راسو عزيز مصر. لو كان سيدنا يوسف فقد الثقة في البير، واش كان غيوصل للي وصل ليه؟ راه البير هو اللي وصله. يعني المحنة اللي انت فيها دابا هي الوسيلة اللي غتوصلك للمنحة اللي كتحلم بها. ربي كيقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ربي ما قالش بعد العسر، قال مع، يعني في وسط المشكل كاين الحل. غير خاصك تخدم عينين البصيرة ديالك. باش تولي عندك هاد الثقة خاصك تخدم على 3 ديال النقاط. أولا الدعاء بيقين، ماشي تدعي وانت شاك واش ربي غيستجب، دعي وانت كتحس باللي الحاجة راه بدات كتقعد. ثانيا الامتنان، ركز على داكشي اللي عندك ماشي اللي ناقصك، لئن شكرتم لأزيدنكم. ثالثا التسليم، دير السعي بجميع الطرق الممكنة والنتيجة خليها لمول النتيجة. إلا جات كيف بغيتي داكشي اللي بغينا، وإلا ما جاتش عرف بلي ربي مخبي لك شي حاجة حسن، حيت هو كيشوف بعيد وانت كتشوف غير حداه. وفي الأخير بغيت نقول لكم واحد الحكمة مغربية زوينة اللي دارها الله فيها خير. هاد الجملة راه هي قمة الثقة بالله. عيش حياتك بقلب مرتاح وطموح كبير وثقة في الخالق اللي خلقك، راه ما غاديش يضيعك. في أمان الله.